لسه ما مشيتيش؟ هي أستاذة فريدة. حكيت لي على كل حاجة بعد إذن حضرتك طبعا. هو أنت ممكن تسمعني معاك؟ أسمع إيه؟ أسمع إيه؟ شايفاني زي المجنون ماشي بدور على مين اللي سرق الديزاين؟ في الآخر أنت اللي سرقتيه؟ أنت مش بس خنتي الأمانة، أنت كمان شوهتي سمعة المكان اللي أنت بتشتغلي فيه. على فكرة التقدير والاحترام اللي أنت شفتيه معانا هنا عمرك في حياتك ما هتشوفيه في حتة تانية. أنا كنت بشجعك علشان للأسف كنت فاكر إنك مجتهدة وتستحقي التقدير. أدهم أنا آسفة بجد. مستر أدهم، ومش عايز أسمعها منك أصلا. ادخل. بونجور يا رشيد، ممكن اقعد؟ طبعا، اتفضلي. المكتب هو ما اتغيرش. غريبة يعني، مع انك بتزهق بسرعة وبتحب التغيير. مش في كل حاجه يا كاميليا. الحاجه اللي مش بتضايقني وبتعكنن عليا اغيرها ليه؟ وكويس انك جيتي على فكره. انا كنت لسه هكلم جمال عشان اشوف موضوع قضيه الحضانه ده. ما هو ده الموضوع اللي انا جايه لك عشانه. تحب ابدا انا ولا تبدا انت الاول؟ لا، اتكلمي انت الاول. بس هو في تهديد جديد المره دي ولا عادي؟ لا خالص، بالعكس. اصل انا كنت بتكلم مع بابي امبارح وبصراحه اقنعني. قال لي ان موضوع قضيه الحضانه ده هيتعب نفسيه الولاد، ولقيت ان انا كده كده مش محتاجه له. هم ولادي واكيد هيبقوا في حضني. طب بالنسبه لتهديدك ليا، انا كده كده في يوم من الايام هقول لفريده على كل حاجه. وساعتها تهديدك ليا مش هيبقى ليه اي لازمه. اما بالنسبه بقى لموضوع القضيه، فانا واثق انك لما اتكلمتي مع ابوك غلطك، ومش بايدي يكون هو اللي رافض ياخد الحضانه كمان. فقلتي بقى تعمليها بجميله وتيجي منك انت، مش كده؟ لسه زي ما انت يا رشيد، ما بتتغيرش. طول عمرك فاكر نفسك ناصح وعارف كل حاجة، وانت يا حرام مش فاهم حاجة خالص. طب ما انت زي ما انت يا كاميليا ما شاء الله، ما بتعرفيش تبقي مباشره وصريحه. لازم تلفي وتدوري. ماشي. الاسبوع بتاع الاولاد هيتقسم بينا، والموضوع بالنسبه لي انتهى. شفتي سهل ازاي؟ قوي، سهلة قوي. تمام يا رشيد، ميرسي. عن اذنك. اتفضلي.